بقول لك ايه يا صديقي، التبييض لاسنانك ممكن يديك ابتسامه مبهره وجذابه واو، بس لو عملته غلط صدقني ممكن يبقى كابوس. هحكي لكم عن قصه شاب قرر يشتري مبيض لاسنانه من الصيدليه من غير ما ياخد راي اي دكتور اسنان، حتى لو راي دكتوره او صديقه في التليفون، بس يكون دكتور اسنان وفاهم. ما عملش كده. في البدايه كان مبسوط، واو ايه ده، اسناني كل ما بغسل لونها بيبيض اكتر وشكلي بقى احلى، ايه السعاده والسهوله والجمال والسرعه دي، ولا اروح بقى لدكتور ولا مواعيد ولا اقعد ولا اقوم ولا اي حاجه، ما الدنيا سهله يا جماعه، بتصعبوها علينا ليه؟ بس انت عارف يا صديقي ان الحلو عمره ما بيكمل. بعد فتره الراجل ده بدا يحس بالم لسعه شديده مع الميه الساقعه او الميه الساخنه او مع الحاجه الحلوه. استغرب جدا الحساسيه دي جت لي منين؟ انا ما كانش عندي حساسيه، عمري ما كنت بحس بالالم ده وانا بشرب ساقع وسخن وكل حاجه والدنيا تمام، ليه بقيت احس بيها دلوقتي؟ الكلام ده طبعا حصل له بعد فتره من استخدام المبيضات الكتير اللي موجوده في الصيدليه بصفه مستمره ومتكرره في وقت قليل. عايز اقول لك كمان ان لثته بدات تلتهب بسهوله جدا وبسرعه من اقل حاجه، فلما جالنا العياده اكتشفنا ان المينا بتاعت اسنانه تاكل منها جزء كبير جدا، وده بسبب ان المبيضات دي بتعتمد على ان بيكون فيها حبيبات. فلما احنا بنيجي نغسل اسناننا بالمبيضات زي اللي موجود بتاع المدخنين اللي في الصيدليه او المعجون مكتوب عليه مبيض للاسنان بدون ذكر يعني علامات تجاريه، لما بتيجي تستخدمه بتلاقي فيه حبيبات كده، الحبيبات دي وظيفتها ان هي تحتك بطبقه المينا فتشيل التصبغات اللي عليها. طيب لو مفيش تصبغات يا صاحبي، هي هتشيل من المينا نفسها، ما هي عماله تحك في المينا، هتشيل اجزاء منها مره في مره في مره. خلاص انا عايز اقول لك ان المينا بتاعت الاسنان دي الطبقه دي اصلا سمكها 2 مللي بالظبط، 2 مللي، ممكن عند بعض الناس اقل حاجه بسيطه او اكتر حاجه بسيطه، لكن في الاخر هم 2 مللي. بمجرد ما يتاكلوا هتبص تلاقي ان الطبقه اللي تحت المينا اللي هي اسمها الدنتين او العاج بدات تبان او يبان شادو منها. يعني لما طبقه المينا تبقى رفيعه قوي الثيكنس بتاعها اقل من ملي الا ربع او نص ملي، هتبص تلاقيها بقت شفافه جدا خلاص، فبتبين طبقه العاج او الدنتين اللي موجوده تحتها واللي بالطبيعه لونها اصلا اصفر، يعني طبقه العاج لونها اصفر. فصاحبنا ده بعد ما كانت اسنانه بيضه ومزهزهه ولولي وبقى فرحان بيها شويه وبقى لونها اصفر قوي، ومهما يغسل اكتر بتصفر اكتر واكتر. يعني وضع سيء وكارثي ومأساوي وغير قابل للحل غير بحاجات معينه هكلفه كتير قوي او احكي لكم عليها بعدين. ليه اسنانه بقت حساسه وموجوع مع الميه الساقعه والسخنه؟ لان العاج او الدنتين فيه دنتينال تيبيولز، يعني مسامه واسعه، يعني في مواسير صغيره جدا، الطبقه دي بتتكون من مواسير رفيعه جدا لا ترى طبعا بالعين المجرده، هي دي اللي بتوصل الاحساس للعصب بتاع السن نفسه، واسعه مش مصمطه زي طبقه المينا، فبدا يحس بالحساسيه الشديده والم مع اي حاجه ساقعه او سخنه. هي دي كده يا جماعه القصه باختصار اللي حصلت لصاحبنا ده، والحل للاسف الشديد هنا اننا نعمل له بقى مينا تانية، طبقه مينا تانية على الاسنان اللي هي عدسات تجميليه معموله من الفينيرز. مفيش حل تاني غير كده عشان نعوض طبقه المينا اللي اتاكلت واتشالت وما بقتش موجوده ونغطيها، فبالتالي نغطي طبقه العاج، فبالتالي الحساسيه اللي كانت موجوده دي تختفي او تقل تدريجيا ان شاء الله لحد ما تختفي. فالتبييض يا صديقي لازم يتعمل بعد تشخيص حالة الأسنان، ولازم يتعمل بعد تنظيف الجير وإزالته وتلميع الأسنان والطبقة الخارجية قبل ما نعمل تبييض للطبقة الداخلية اللي جوه السنة نفسها. وطبعا لازم نحدد نوع التبييض المناسب، جلسة في العيادة ولا قوالب منزلية المريض هيستخدمها في البيت تحت إشراف الدكتور، ولا تنظيف جير وتلميع بس. لو عملت الخطوات دي صدقني النتيجة هتبقى آمنة وجميلة وتدوم كمان معاك لفترة طويلة. فالتبييض يا صديقي مش لعبة، اعمله مع متخصص يحافظ على أسنانك. ولو بتفكر تعمل تبييض تواصل معانا واحجز جلستك واطلع بابتسامة صافية وآمنة. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك يا صديقي، عشان كده ما تنساش تعمل لنا لايك لأن اللايك دي بتفرق معانا قوي. ولو بتتابعنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، ولو بتتابعنا على الفيسبوك أو الانستجرام اعمل فولو علشان لسه اللي جاي كتير. وهشوفكم على خير في فيديو جديد، وكان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.